السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله كده كانت أجازة سعيدة استمتعت بيها. بإذن الله كده تكون راجع لنا بكامل قوتك، وإن شاء الله كده تنبسط معانا. بإذن الله صاحبي، إحنا هنبدأ كده نعمل سلسلة من الفيديوهات، هتبقى عبارة كده عن تلخيص كل درس، مثلا حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، يعني في الحدود دي. إن شاء الله أنت منهجك في تالتة إعدادي، الدنيا فيه مش صعبة، الدنيا فيه كويسة، وفي اعتقادي يعني إن هو أسهل من منهج تانية إعدادي. الفيديوهات دي هتنزل لك إن شاء الله على اليوتيوب، فيديوهات مجاني، بس هي صدقة جارية كده على روح والدي رحمة الله عليه. ونتمنى إن أي حد بيسمع الفيديو إن هو يدعي لوالدي بالرحمة، لعل وعسى إن يكون حد أقرب لربنا سبحانه وتعالى مننا يعني. فيلا بينا عشان مطولش عليك وتوكلنا على الله. أول درس يا صديقي كان بيتكلم عنوان القوة بعنوان قوة القوة. طيب، لو انا دلوقتي يا صاحبي قلت لك العدد دوت اسمه ايه، هتقول لي يا صاحبي العدد ده اسمه اتنين. تمام تمام. طيب لو قلت لك العدد دوت كده اسمه ايه، هتقول لي العدد ده صاحبي اصبح اسمه 2 أس 3. طيب تعالى كده نيجي نفصل العدد دوت. العدد ده بيتكون من شقين، شق اسمه الاساس، والاساس بتاعي هو الرقم اللي تحت اللي هو الاتنين، وشق اسمه الاس، والاس بتاعي هو الرقم اللي فوق اللي هو 3. يبقى انا يا صاحبي دلوقتي عندي العدد دوت بيتكون من شقين، شق اسمه الاساس وهو الاتنين، وشق اسمه الاس اللي هو 3. طيب تعالى بقى نيجي نحلل العدد دوت ونيجي نفسره. يعني ايه 2 أس 3؟ هو اولا بيقرأ 2 لكل اس 3. يعني ايه 2 أس 3؟ يعني الاتنين هتتضرب في نفسها 3 مرات. طب اشمعنى 3 مرات؟ لان الاس عندي بيساوي 3، يعني هي الاتنين بتتضرب في نفسها عدد من المرات يساوي عدد الاسس بالظبط كده. يعني ايه؟ لو انا دلوقتي جيت قلت لك مثلا 3 أس مثلا 2، ده معناه إن التلاتة ديت هتتضرب في بعض مرتين. التلاتة ديت اسمها الأساس، الاتنين دي اسمها الأس. تمام تمام، كلام قديم وعارفينه. طيب ملاحظات بقى كده هنيجي هنقولها قديمة. لو أنا دلوقتي عندي الأساس بيساوي الأساس، يعني إيه؟ لو أنا مثلا دلوقتي جيت قلت لك 3 أس 3 في 3 أس 4، الكلام ده أنت كنت واخده في أولى إعدادي تقريبا، إن أنت عندك لما يبقى الأساس بيساوي الأساس بتنزل الأساس زي ما هو، وفي عملية الضرب بتجمع الأسس. يعني إيه صاحب الكلام ده؟ الأساس عندي ب3 صح؟ والأساس دوت ب3، نزلت الأساس زي ما هو، دي عملية ضرب هروح أجمع الأسس. طب الأسس عندي بكام؟ 1 ب3 1 4، يبقى 3 زائد 4 كام؟ 7، يبقى دي هتصبح عندي 3 أس 7. طب مش فاهم، تعالى نرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا دلوقتي جيت قلت لك 2 أس 2، 2 أس 2 بسم الله، في 2 أس 4 مثلا يعني، هتقول لي إن أنا عندي الأساس بتاعي بكام؟ باتنين، يعني الأساس متساوي، نزلت الأساس زي ما هو. طيب ديت عملية إيه؟ عملية ضرب. أمسك في عملية الضرب أنا كنت بجمع الأس، الأس عندي دوت 2 ودوت 4، 2 زائد 4 6، بس كده خلصت. طيب يبقى أنا هنا كده لما يبقى عندي الأساس بيساوي أساس، كنت أنا في عملية الضرب بجمع الأس. طيب في عملية القسمة، والله عملية القسمة هي العكس على طول. إزاي العكس؟ إن أنا كنت بطرح الأسس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا صديقي تعالى بس كده نيجي نكتبها. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا عندي مثلا 2 أس 8 على 2 أس 6، أساس بيساوي أساس، هنزل الأساس زي ما هو، عملية قسمة فأنا هطرح الأس، ديت 8 وديت 6، 8 ناقص 6 يبقى 2، يبقى 2 أس 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب4. خلصت خلصت. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى أنا كده عندي خصيتين، إن أنا لما يبقى عندي الأساس بيساوي الأساس في عملية الضرب كنت بجمع الأسس، عملية القسمة كنت بطرح الأس. طيب كان عندي خصية تانية مثلا بتقول لي إن أي رقم في الدنيا أس صفر بيساوي 1، والكلام دوت أنا أثبته لك على القناة، يعني إيه، في سلسلة كده من الفيديوهات، يبقى شوفها لو أنت عايزها. طيب أي رقم في الدنيا ما عدا الصفر، لأن ما عدا، بسم الله، ما عدا الصفر، لأن صفر أس صفر كمية غير معرفة، صفر أس صفر كمية غير معرفة. والقلم طبعا بيعلق، يعني أنا غصب عني والله. ماشي. يبقى أنا اتفقنا أساس بيساوي أساس، عملية الضرب بجمع الأسس، عملية القسمة فأنا بطرح الأسس. أي رقم في الدنيا أس صفر بيساوي 1، الكلام دوت ما عدا الصفر. كويس، فديت كمية إيه؟ كمية غير معرفة. طيب تمام. لو أنا دلوقتي عندي الأس بتاعي دوت رقم سالب، يعني إيه رقم سالب؟ لو أنا دلوقتي جيت قلت لك مثلا 4 أس -2، والله يا صديقي الأس السالب دوت
بيخليني اعمل حاجه ظريفه خالص. ايه هي الحاجه الظريفه؟ ان انا بجيب المعكوس الضربي للعدد دوت. يعني ايه بجيب المعكوس الضربي للعدد ده؟ يعني انت صاحبي باختصار خالص بتخلي البسط مقام والمقام بسط. يعني ايه يا حاج الكلام ده؟ صلى على النبي. الاربعه ديت مش انا ممكن امثلها في صوره 4 على 1؟ قال لي اه. طيب والسالب 2 دوت هينزل زي ما هو. طيب الأس السالب دوت هيعمل إيه؟ والله يا صديقي الأس السالب هيخلي البسط يبقى مقام والمقام هيبقى بسط. يعني بدل ما هي 4 على 1 هتبقى 1 على 4. طب والأس صاحبي هيفضل زي ما هو 1 على 4 لكل أس 2. ماشي. تاني. يعني دلوقتي لو أنا جيت قلت لك 3 أس سالب 3. ماشي. والله يا صديقي التلاتة ديت معناها 3 على 1 لكل أس سالب 3. هنزلها زي ما هي. طيب الأس السالب ده صاحبي هيعمل إيه؟ هيخلي لأن أنا خليت البسط مقام والمقام بسط. فبدل ما هي 3 على 1 تبقى 1 على 3. يبقى 1 على 3 لكل أس 3. طيب بتنتهي على كده؟ لأ. قال لي إن أنا عندي الأس دوت بيبدأ إن هو يتوسع. يعني إيه الكلام دوت؟ ندخل بقى على الخاصية الرابعة على طول، أو الخاصية الخامسة يعني مش فاكر. إن أنا عندي الأس بيتوزع. يعني إيه يا صديقي بيتوزع؟ وبيتوزع إمتى؟ والله يا صاحبي الأس بيتوزع في عملية الضرب وفي عملية القسمة. طيب نبدأ نفهم يعني إيه بيتوزع. يعني أنا دلوقتي لو جيت قلت لك مثلا 2 في 3 لكل أس 2. الكلام ده معناه إيه؟ 2 في 3 ب6، 6 أس 2 ب36. ماشي. طيب نستخدم بقى الخاصية بتاعتنا. الخاصية بتاعتنا إن أنت بتقول لي إن الأس دوت بيتوزع. طيب يعني إيه بقى؟ تمسك الأس دوت تحطه على الاتنين وبعدين تحطه على التلاتة عادي خالص، ما دام العملية ديت ضرب، سواء كانت ضرب أو كانت قسمة. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا المسألة بتقول 2 في 3 لكل أس 2. ديت هي 2 أس 2 في 3 أس 2. عملت إيه؟ نزلت الاتنين ديت زي ما هي واعتبرتها الأساس بتاعي، والأس دوت حطيته على الاتنين. نزلت التلاتة زي ما هي واعتبرتها الأساس بتاعي، والأس ده حطيته على التلاتة. 2 أس 2 ب4، 3 أس 2 ب9، يبقى ديت 36. دي طلعت لي 36 ودي طلعت لي 36. يبقى انا الخاصيه بتاعتي شغاله وسليمه وزي الفل. يبقى انا دلوقتي عندي الاس ينفع ان انا اوزعه سواء في عمليه الضرب او في عمليه القسم. طب انت جربت الضرب، تعال نجرب القسم. توكلنا على الله. دلوقتي يا صاحبي لو انا قلت لك مثلا 8 على الأربعة لكل أس 2. ماشي. رد واحد قال لي بص 8 على 4 ديت يعني ب2. قلت له تمام. يبقى 2 لكل أس 2. 2 لكل أس 2 يعني بكام؟ ب4. حل جميل وسليم وزي الفل. طيب تعالى بقى ان احنا نيجي نستخدم الخاصيه بتاعتنا ان انا اقدر ان انا اوزع. طيب توزع ازاي؟ يعني انت تيجي تقول لي ان دي عباره عن 8 اس 2 على 4 اس 2. طيب يا صديقي 8 اس 2 بكام؟ والله 8 اس 2 ب 64. جميل الكلام. طيب 4 اس 2 بكام؟ 4 اس 2 ب 16. اقسم 64 على 16 هتطلع لك ب 4. يبقى دي طلعت لي ب 4 ودي طلعت لي ب 4. يبقى الحالات بتاعتي ان انا لما يبقى عندي اساس بيساوي اساس، ان انا في عمليه الضرب بجمع الاسس، في عمليه القسمه بطرح الاسس. جميل يا حاج؟ جميل. أي رقم في الدنيا أس صفر بيساوي 1 ما عدا صفر أس صفر. ديت كمية إيه؟ غير معرفة أو غير معينة. تمام. اتفقنا مع بعض إن أنا الأس السالب بتاعي بيخليني إن أنا شقلب. يعني إيه بتشقلب؟ يعني بتخلي المقام بسط والبسط مقام وتنزل الأس زي ما هو. اتفقت معاك إن أنا في عملية الضرب وفي عملية القسمة أقدر إن أنا أعمل توزيع للأس. بوزع الأس على الأساس زي كده دي. تمام يا حاج؟ تمام. طيب ده اللي انا كنت عايزك تيجي تعرفه. طيب آه اللي انت بقى المفروض تيجي تدرسه دلوقتي ايه او الجديد عليك ايه؟ الجديد عليك حاجه اسمها قانون قوه حاصل الضرب. قانون قوه في حاصل الضرب وفي خارج الاسم، والاتنين زي بعض والاتنين ايه؟ فل الفل وعنب العنب. توكلنا على الله توكلنا على الله. دلوقتي يا صديقي القانون بيقول لي ان انا لو مثلا عندي 2 اس 2 في 3 اس 4 لكل أس 2. ديت أدي هنا كده 2. الكلام ده حله إزاي؟ واحد قال لي 2 أس 2 ديت ب4. قلت له ماشي. في 3 أس 4 دي لما تيجي تعملها على الآلة تطلع لك ب81. قلت له ماشي. 81 وأقوم جاي ده تعملها لكل أس 2. أضرب اللي جوه دول وأبدأ إن أنا أجي أوزع أخلي الأس يعني عليهم ومش عارف إيه والكلام ده. قلت له ماشي تمام. واحد تاني قال لي إيه بقى؟ القانون بتاعي بيقول إيه؟ تعالى بس كده نيجي نكتبها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 أس 2 في 3 أس 4. لا إله إلا الله. أنا بعتذر بس على القلم دوت غصب عني والله. استغفر الله العظيم. بسم الله. حتى مش راضي يمسح. لكل أس 2. طيب
الكلام ده انا بعمل ايه؟ بمسك الاس بتاعي دوت، ابدا برضو ان انا اوزعه على 2 لكل اس 2، وبعدين امسك الاس بتاعي ابدا ان انا اوزعه على 3 لكل اس 4. طيب نعملها كده في صفحه تانية، لان الصفحه ديت ايه الدنيا مش مظبطه فيها معانا. وليكن مثلا مثال 2 اس 2 في 3 لكل اس 4 لكل اس 2 بيساوي. والله يا صديقي انا هنزل الاثنين لكل اس 2 ديت زي ما هي، ماشي، وهمسك الاس دوت اقوم جاي حاطه عليها، بس كده بس كده. في هنزل التلاتة اس 4 ديت زي ما هي، وهمسك الاس 2 دوت اقوم جاي حاطه عليها. كده انا عملت ايه؟ مسكت الاس دوت وزعته على الرقم ده، والاس ده وزعته على الرقم ده، خلصت المساله، خلصت. طيب كان عندك كده بقى حاجه عايز نيجي نفكرك بيها، ان انا دلوقتي لو عندي رقم لكل اس رقم، يعني ايه؟ يعني مثلا 3 أس 2 لكل أس 4، دي كنا بنحلها ازاي؟ قال لك 3 أس 2 لكل أس 4 لما تلاقي عندك أس لكل أس تضرب الأسين دول في بعض. يعني إيه؟ يعني الاتنين ديت أس صح؟ والأربعة ديت أس بمسك أعمل في الاتنين دول إيه؟ واضربهم في بعض، يعني ديت هتصبح 3 أس 8. الأساس بتاعي اللي هو التلاتة نزل زي ما هو، والأسين دول رحت كده ضربتهم في بعض. جميل يا حاج الكلام دوت؟ جميل. يعني أنا دلوقتي لو قلت لك 2 لكل أس 2 لكل أس مثلا 5، فالكلام دوت بنزل الأساس بتاعي اللي هو 2 زي ما هو، والأسس ديت مادام مرفوعة لكل أس بقوم جاي ضاربهم في بعض. 2 في 5 بكام؟ ب10. بس كده خلصت. طيب مسألتنا الجميلة الظريفة احنا وصلنا للمسألة ديت بقى، إن أنت بتقول لي إن ديت 2 أس 2 لكل أس 2 في 3 أس 4 لكل أس 2. طيب دي بنحلها إزاي؟ والله أنا عندي أس لكل أس، خلاص قوم امسك الاتنين دول اضربهم في بعض، وعندك أس لكل أس اضرب الاتنين دول في بعض، مع إن أنا بثبت الإيه؟ الأساس زي ما هو. الاتنين بتاعتي اللي هو الأساس نزل زي ما هو، وأدي هنا كده الاتنين في الاتنين ب4، خلصت. يبقى أنا خلصت من الجزء دوت. أروح على الشق التاني، التلاتة الأساس بتاعتي نزلته زي ما هو. طيب وديت الأس بتاعي هنا 4، وفي لكل أس 2 أضرب الاتنين دول في بعض، 4 في 2 بكام؟ ب8. بس خلصت. جميل. طب مش فاهم، تعالى بسم الله ناخد مسألة كمان. دلوقتي لو أنا جيت قلت لك 5 أس 5 في 3 أس 2 لكل أس 2 مثلا، دي 3. بسم الله هنحلها ازاي؟ والله يا صديقي 5 أس 5 ديت هتنزل زي ما هي، وأبدأ إن أنا أجي أوزع الأس بتاعي. 5 أس 5 وليكن مثلا، وأبدأ إن أنا أوزع الأس بتاعي ده اللي هو الاتنين، ماشي، في 3 أس 2 هتنزل زي ما هي، وأبدأ إن أنا أوزع الأس بتاعي اللي هو الاتنين دوت، ماشي. طيب الخمسة الأساس بتاعي دوت نزلته زي ما هو. طيب أس لكل أس أمسك الاتنين دول أضربهم في بعض، 5 في 2 بكام؟ ب10. في 3 لكل أس 2 لكل أس 2 نزلت الأساس بتاعي اللي هو زي ما هو، والأسس دي اللي مرفوعة لكل أس بعض أضربهم في بعض، 2 في 2 بكام؟ ب4. بس كده خلصت. تمام يا حاج؟ تمام. طيب في القسمة نفس الكلام. دلوقتي مثلا لو أنا جيت قلت لك بسم الله الرحمن الرحيم 8 أس 3 على 2 أس 5 لكل أس 4، ماشي. الكلام ده بتعمل إيه؟ والله يا صديقي تمسك الأس دوت هتوزعه على 8 لكل أس 3، وأمسك الأس دوت أوزعه على الاتنين لكل أس 5. بس كده بس كده. خلصت. طيب 8 أس 3 هي نزلت زي ما هي، لكل أس كام؟ لكل أس 5، على 2 لكل أس 5 نزلت زي ما هي، والأس دوت بكام؟ أنا آسف الأس دوت ب4، والأس دوت أنا آسف ب4 مش ب5 اللي هو الأس ده، وادي ديت هنا كده الأربعة نزلت زي ما هي. طيب أس لكل أس أمسك الاتنين دول أضربهم في بعض، التمانية تنزل زي ما هي، 3 في 4 بكام؟ ب12، على الاتنين تنزل زي ما هي، 5 في 4 بكام؟ ب20. يبقى اللي أنا جاي عايزك تيجي تعرفه إن أنت لما يبقى عندك مثلا 2 أس 2 لكل أس 3، مادام في عندك أسين مرفوعين لكل أس بعض تضرب الاتنين دول في بعض، الاتنين تنزل زي ما هي، 2 في 3 بكام؟ ب6. كده خلصت. طيب اللي عايزك تيجي تعرفه تاني ان انت عندك في عملية الضرب وفي عملية القسمة ان انت بتسمح بتوزيع الأس على الرقم. مش هنقول بقى على الأساس، لا هيبقى على الرقم، لأن الرقم دوت بيبقى مكون من أساس وأس. اللي هو مسكنا ديت مثلا كده الأس دوت وزعنا على 8 لكل أس 3. طيب وخلصنا منهم ازاي؟ عن طريق ان انا مسكت التلاتة ضربتها في الأربعة، ومسكت الأس دوت وزعته على 2 لكل أس 5. خلصت منهم ازاي؟ انا ضربت ال5 في الأربعة اللي هو الأس لكل أس بضرب الاتنين دول في بعض. تمام يا صديقي؟ تمام. ماشي.
لو دلوقتي مثلا قلت لك مسألة، بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لك 2 أس 11 في 2 أس 2 على 2 أس 3، هتتعامل مع المسألة دي ازاي؟ والله يا صديقي بص، أنا عندي هنا كده الأساسات دي كلها متساوية صح؟ أنزل الأساس زي ما هو، اللي هو الاتنين. بسم الله. ماشي. طيب، عملية الضرب أنا كنت بجمع الأسس، عملية القسمة أنا كنت بطرح الأسس. خلاص، يبقى اللي مضروبين هجمع فيهم الأسس، واللي مطروحين هطرح فيهم الأسس. ال11 والاتنين دول مضروبين، يبقى أنا هجمع الأسس بتاعتهم، يبقى 11 زائد 2. ماشي. طيب والتلاتة دي، والله يا صديقي التلاتة ديت موجودة في المقام بتاعي، يبقى ديت هنا كده مقسومة، يبقى أنا هطرح الأس بتاعها، يبقى ناقص 3. يبقى الاتنين تنزل زي ما هي، 11 زائد 2 ب13، 13 ناقص 3 بكام؟ ب10، يبقى ديت 2 لكل أس 10. تمام تمام. بس كده يا صاحبي، دوت كان الدرس بتاعنا. أتمنى كده إنك أنت تكون فهمت. طبعا دوت مش شرح كامل، هو بس بتبقى مراجعة، بنفكرك بس بأهم القوانين. الدنيا بتتلخص معاك كده. طبعا أنت المفروض تحل بقى وتذاكر وتراجع وإيه، تظبط دنيتك كده. وبالتوفيق إن شاء الله.